أهلا بيكم سنة أولى إعدادي، ومعانا النهاردة أول درس في الوحدة الرابعة بعنوان الإسكندر في مصر. طب يعني إيه الإسكندر في مصر؟ أقول لك يعني هنرجع بالزمن لورا لحد ما نوصل لسنة 356 قبل الميلاد، وهنلاقي إن في السنة دي اتولد واحد اسمه الإسكندر. طيب فين بالظبط الإسكندر اتولد؟ اقول لك في حتة اسمها اقليم مقدونيا. واقليم مقدونيا ده لو جينا نشوف هو فين بالظبط هنلاقيه موجود في شمال بلاد اليونان. يبقى احنا كده عرفنا ان الاسكندر اتولد في حتة اسمها اقليم مقدونيا، واقليم مقدونيا ده موجود في شمال بلاد اليونان. طيب خلي بالك بلاد اليونان ايام زمان كانوا بيقولوا عليها بلاد الاغريق. يبقى لما اجي اقول لك بلاد الاغريق او المدن الاغريقية يبقى انا بقصد بيها البلاد اليونانية او بلاد اليونان. طيب قال لك بقى ابو الاسكندر ده كان اسمه الملك فيليب المقدوني، والملك فيليب المقدوني ده هو اللي وحد اقليم مقدونيا، لان اقليم مقدونيا ما كانش موحد فهو وحد اقليم مقدونيا. الكلام ده سنة 338 قبل الميلاد. طيب قال لك بعد كده ابو الاسكندر الاكبر اللي هو الملك فيليب المقدوني اتقتل. في الوقت ده كان الاسكندر عنده 20 سنة، فهيمسك الحكم طبعا بعد ابوه. الكلام ده سنة 336 قبل الميلاد. هنا واحد هيسأل ويقول ازاي الاسكندر اتولد سنة 356 قبل الميلاد وهيمسك الحكم وهو عنده 20 سنة بعد ما ابوه اتقتل سنة 336 قبل الميلاد؟ اقول لك لان التاريخ قبل الميلاد العلماء حطوه بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني الكبير بيجي قبل الصغير، حطوا الارقام بطريقة عكسية لحد ما توصل لسنة 1 ميلادية وتبدأ تعد مظبوط. يبقى التاريخ الكبير قبل الميلاد بيجي قبل التاريخ الصغير. قال لك بقى الاسكندر ده بنقول عليه الاسكندر المقدوني لان ابوه قلنا كان اسمه الملك فيليب المقدوني، بس انا وانت هنقول عليه الاسكندر الاكبر. عايز تقول الاسكندر المقدوني بين قوسين الاكبر ماشي، عايز تقول الاسكندر الاكبر على طول برضه ماشي. المهم لما الاسكندر تولى الحكم وهو عنده 20 سنة بعد ما ابوه اتقتل، هنا المدن الاغريقية يعني المدن اليونانية عملت تمرد. قالت لك استحالة واحد عنده 20 سنة هيقدر يحكم بلاد اليونان او المدن الاغريقية، فحصل تمرد. طيب الاسكندر عمل ايه؟ قال لك الاسكندر قام بالقضاء على تمرد المدن الإغريقية، قدر يقضي على التمرد ده. بس قال لك لا، وكمان كان عنده جيش قوي جدا جدا لدرجة انه غزا معظم اجزاء العالم القديم. ولما اقول لك اجزاء العالم القديم يبقى بقصد بيها 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا، دول قارات العالم القديم. الاسكندر بقى كان عنده جيش قدر يغزو بيه ال3 اماكن دول، يعني ال3 قارات دول يعني العالم القديم. يبقى الاسكندر غزا معظم اجزاء العالم القديم. بس قال لك لا، حارب اقوى دولة في الوقت ده اللي هم الفرس وهزمهم في 3 اماكن، في اسيا الصغرى وفي سوريا وفي فينيقيا، وكمان استولى على مصر سنة 332 قبل الميلاد. يبقى تاني الاسكندر تولى الحكم وهو عنده كام سنة؟ عنده 20 سنة. امتى الكلام ده؟ لما الملك فيليب المقدوني اللي هو ابوه اتقتل. طيب اول حاجة عملها الاسكندر الاكبر قضى على تمرد المدن الاغريقية. طيب هل ده بس اللي عمله الاسكندر المقدوني اللي هو الاسكندر الاكبر؟ اقول له لا، ده عمل حاجات كتير جدا جدا جدا. ده غزا معظم اجزاء العالم القديم، ده حارب الفرس وهزمهم في اسيا الصغرى وفي سوريا وفي فينيقيا، ده استولى على مصر سنة 332 قبل الميلاد. قال لك بقى بما انه عمل حاجات كتيرة جدا العلماء والمؤرخين لقبوه بأعظم الفاتحين. وهنا سؤال مهم جدا وبيجي في كل الامتحانات بيقول لي بما تفسر.
أطلق لقب أعظم الفاتحين على الإسكندر الأكبر ليه؟ ليه أنت سميته بأعظم الفاتحين؟ أقول له لأنه غزا معظم أجزاء العالم القديم وحارب الفرس وهزمهم في 3 أماكن في آسيا الصغرى وفي سوريا وفي فينيقيا، وكمان استولى على مصر سنة 332. طب افرض جالك سؤال تاني وقال لك اختر الإجابة الصحيحة. نشأ الإسكندر الأكبر بإقليم مقدونيا والذي يقع نقط بلاد الإغريق اللي هي بلاد اليونان. إقليم مقدونيا ده موجود في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب؟ أقول له موجود في الشمال. طب افرض جاب لي سؤال وقال لي لمن تنسب الأعمال وحد إقليم مقدونيا سنة 338؟ اوعى تقول له الإسكندر الأكبر، أمال مين؟ أبوه الملك فيليب المقدوني هو اللي وحد إقليم مقدونيا. أما مين هو اللي قام بالقضاء على تمرد المدن الإغريقية ولقب بأعظم الفاتحين؟ أقول له ده الإسكندر المقدوني اللي هو الإسكندر الأكبر. طيب احنا كده عرفنا هو مين الإسكندر ده واتولد فين ومين أبوه وحكم ازاي. السؤال هنا عنوان الدرس بيقول لي الإسكندر في مصر، يعني الإسكندر هيجي مصر ويستولى عليها سنة 332 قبل الميلاد. أيوة. طب ما تقول لي شوية معلومات عن مصر قبل الإسكندر ما يجي لها. أقول لك تعال نشوف مصر في الوقت ده مين اللي كان بيحكمها. هنلاقي في الوقت ده ان اللي كان بيحكم مصر الفرس اللي كانوا جم سنة 525 قبل الميلاد، وهم اللي اسقطوا العصر الفرعوني. يعني ما عدتش هتسمع بعد كده عن اي ملك فرعوني. الكلام ده كان سنة 525 قبل الميلاد. طب هل قبل الفرس كان حد جه مصر؟ اقول لك ايوه، قبل الفرس على طول كان الاشوريين جم برضه علشان طمعانين في مصر، وقبل الاشوريين كان جم الليبيين، كل دول كانوا طمعانين في مصر. المهم في الوقت اللي الاسكندر هيجي فيه مصر كان مين اللي بيحكم؟ الفرس. بس هنا تسأل نفسك سؤال، اشمعنى الليبيين وبعدهم الاشوريين وبعد كده الفرس اللي كانوا بيحكموا مصر في الوقت ده كلهم طمعانين في مصر؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. اقول لك طمعا في الاستيلاء على خيراتها. مصر دي كان فيها خيرات كتير جدا جدا جدا، علشان لما يجي لك سؤال ويقول لك بما تفسر اتجاه معظم الدول في العصور القديمة لاحتلال مصر زي الليبيين والاشوريين والفرس، كل دول كانوا طمعانين في مصر ليه؟ اقول له طمعا في الاستيلاء على خيراتها، لان مصر كان فيها ثروات وفيرة ومتعددة، فيها خير كتير جدا جدا جدا. ده خلاها مهدا للحضارات، يعني كان فيها أعظم الحضارات، وكمان لفت أنظار الطامعين ليها زي مين قلنا؟ زي الليبيين والأشوريين والفرس، لحد طبعا ما دخلها الإسكندر المقدوني سنة 332 قبل الميلاد. طيب كده احنا عرفنا ان مصر كانت تحت الاحتلال الفارسي، الكلام ده قبل ما يجي الإسكندر الأكبر. طيب السؤال هنا، هل المصريين كانوا بيحبوا الفرس؟ أقول له لا. ليه؟ أقول له لأن الفرس عملوا غلطة كبيرة جدا جدا. إيه هي؟ قال لك لم يحترموا الديانة المصرية. أي حد يقرب من ديانة المصريين على طول المصريين يكرهوه. طيب هل ده السبب الوحيد اللي خلى المصريين يكرهوا الفرس؟ قال لك لا، كمان الفرس فرضوا على المصريين ضرائب كتير. السببين دول هم اللي خلوا المصريين يكرهوا الاحتلال الفارسي. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر كراهية المصريين لحكم الفرس، أقول له لأنهم انتهكوا حرية الديانة المصرية. انتهكوا يعني لم يحترموا الديانة المصرية، وكمان فرضوا عليهم الضرائب. السببين دول خلوا المصريين يكرهوا الحكم الفارسي. طيب قال لك بقى الإسكندر لما جه بالجيش بتاعه وحارب الفرس في آسيا الصغرى وهزمهم، وبعد كده راح لسوريا وهزمهم، وبعد كده جه لفينيقيا وهزمهم، لما جه لمصر كان معاه جيش قوي جدا جدا جدا. طيب هل الجيش ده كلته كان جيش بري؟ قال لك لا، كان معاه كمان اسطول بحري في البحر ماشي قصاده، وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا مدينة بورسعيد. مدينة بورسعيد أيام زمان ما كانش اسمها كده، أمال كان اسمها إيه؟ قال لك كان اسمها تل الفرمة. يبقى مدينة بورسعيد اسمها إيه؟ تل الفرمة. وهنا قدر الإسكندر الأكبر إنه يهزم الفرس ويستولي على مصر.
السؤال هنا بقى، انا عايز اعرف الاسكندر لما جه مصر المصريين هيرحبوا بيه ولا مش هيرحبوا بيه؟ قال لك رحب المصريون بقدوم الاسكندر الى مصر. ليه؟ اقول له علشان سببين. اول حاجة اعتقادهم بانه جاي يحررهم من الاحتلال الفارسي، الاسكندر ده جاي ينقذنا من الفرس اللي احنا بنكرههم. وكمان قال لك المصريين كانوا عارفين الاغريق، مش الاسكندر ده مولود في بلاد اليونان؟ ايوه. واحنا اتفقنا ان بلاد اليونان دول بنقول عليهم الاغريق؟ ايوه. المصريين كانوا عارفين الاغريق. طب كانوا عارفينهم ازاي؟ قال لك ايام العصر الفرعوني، ايام الملك تحتمس الثالث وايام الملك رمسيس الثاني، الملوك دول كان عندهم جيوش كبيره جدا، فكانوا بيجيبوا جنود من بلاد الاغريق يديلهم فلوس علشان يحاربوا معانا، دول بنقول عليهم جنود مرتزقه. فالمصريين كانوا عارفين الاغريق قبل كده. يبقى بما تفسر رحب المصريين بقدوم الاسكندر الى مصر، اقول له علشان سببين: لاعتقادهم بان الاسكندر جاء ليحررهم من الاحتلال الفارسي، ومعرفتهم بعادات الاغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر. دول السببين اللي خلوا المصريين فرحانين بقدوم الاسكندر الى مصر. طب السؤال هنا، الاسكندر جاي يستولى على مصر ليه؟ قال لك علشان سبب واحد بس. ايه هو؟ قال لك ليضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. الاسكندر عارف ان مصر فيها خير كتير جدا جدا جدا، وهو عنده جيش كبير، فعايز يضمن اكل الجيش، فعلشان كده استولى على مصر. وده سؤال مهم جدا جدا، بما تفسر استيلاء الاسكندر الاكبر على مصر. ليه الاسكندر جاي مصر؟ اقول له ليضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. واوعى تتلخبط لما اجيب لك سؤال صح واقول لك جاء الاسكندر الى مصر ليحررهم من الاحتلال الفارسي، اوعى تعمل صح. ليه؟ قول له غلط. غلط ليه؟ ما انت لسه قايل هو جه حررهم من الاحتلال الفارسي. اقول لك ده اعتقاد المصريين، كانوا معتقدين ان هو جاي يحررهم من الاحتلال الفارسي. اما السبب الحقيقي اللي عند الاسكندر جاي يستولى على مصر ليه؟ ليضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. ده السبب بتاع الاسكندر. اعتقادنا كمصريين شيء، والسبب الحقيقي بتاع الاسكندر شيء تاني. يبقى جاء الاسكندر الاكبر لمصر ليه؟ ليضمن لجيشه مصدرا غنيا من الغذاء. غير لما اقول لك ليه المصريين رحبوا بقدوم الاسكندر، اقول له لانهم كانوا معتقدين ان هو جاي يحررهم من الاحتلال الفارسي، وكمان كانوا عارفين عادات الاغريق اللي كانوا بيشتغلوا قبل كده كجنود مرتزقة في مصر، يعني جنود بياخدوا فلوس ويحاربوا معانا. طيب السؤال هنا بقى، الاسكندر فعلا استولى على مصر وطرد الفرس، وبقى هو المسيطر على كل حاجة في مصر سنة 332 قبل الميلاد. السؤال هنا، ايه السياسة بتاعت الاسكندر في مصر؟ يعني الاسكندر هيحكم ازاي؟ قال لك اول حاجة الاسكندر كان عاوز يعملها، كان عاوز يرضي المصريين. يرضي المصريين؟ ايوه. الاسكندر اتعلم من خطأ الفرس كان المصريين بيكرهوهم علشان ما كانوش بيحترموا الديانة المصرية. ايوه. الاسكندر هيعمل العكس بقى، هيحترم الديانة المصرية. ازاي؟ قال لك الاسكندر سأل على اهم معبدين، قالوا له انت عندك معبد الاله بتاح اللي في منف، ده مهم جدا، وعندك معبد الاله امون اللي في واحد سيوة برضه مهم جدا. هنا الاسكندر بقى قال لك انا هزور معبد الاله بتاح اللي في منف، وهزور معبد الاله امون في واحد سيوة. في معبد الاله بتاح هعمل مهرجانا رياضيا على الطريقة الاغريقية بتاعتنا، هعمل مسابقات رياضية على الطريقة الاغريقية بتاعتنا بتاعت بلاد اليونان، حاجة جديدة على المصريين هيحبوها جدا جدا، وهيدل ان انا بحترم الاله بتاح اللي موجود في منف. طيب يبقى اول حاجة عملها الاسكندر الاكبر كان عاوز يرضي المصريين. طب هيرضي المصريين ازاي؟ هيبين احترامه للديانة بتاعت المصريين، يعني اتعلم من خطأ الفرس. طيب اول حاجة قام رايح زاير معبد الاله بتاح اللي موجود في منف، وقام عامل مهرجانا رياضيا على الطريقة الاغريقية، على الطريقة بتاعتهم. بعد كده قام عامل زيارة لمعبد الاله امون اللي في واحد سيوة، وهناك قام مقدم القرابين للإله آمون، علشان كده لقب بابن الإله آمون.
يبقى دي سياسة الاسكندر الاكبر في مصر. يبقى لما يجي يقول لك دلل اشرح لي، سعى الاسكندر الاكبر لارضاء المصريين. يعني ايه؟ يعني قول لي الحاجات اللي عملها الاسكندر الاكبر عشان يرضي المصريين. اقول له اظهر احترامه للديانة المصرية، حيث قام بزيارة معبد الإله بتاح في منف، وعمل هناك مهرجانا رياضيا على الطريقة الإغريقية. وبعد كده زار معبد الإله أمون اللي في واحد سيوة وقدم له القرابين، علشان كده لقب بابن الإله أمون. طيب هل دي بس الحاجات اللي عملها الإسكندر في مصر؟ قال لك لا، الإسكندر كان عايز يعمل عاصمة لمصر، وكمان العاصمة دي تبقى باسمه. علشان كده وهو ماشي على البحر المتوسط لقى قرية اسمها راقودة، قصادها في البحر جزيرة صغيرة اسمها فاروس. قال لك بقى الحتة اللي بين جزيرة فاروس اللي في البحر دي وقرية راقودة دي احنا هنردمها ونبني عليها مدينة. المدينة دي هنسميها مدينة الإسكندرية على اسمي، وكمان هتبقى العاصمة الجديدة بتاعت مصر. طيب هل هو ده السبب الوحيد اللي خلى الإسكندر الأكبر يبني مدينة الإسكندرية؟ أقول له لا. قال لك أنا عايز المدينة دي كل حاجة فيها تبقى شبه الحضارة الإغريقية اللي هي اليونانية بتاعتنا، وانشر الحاجات بتاعتنا، فالمدينة دي يبقى فيها الثقافة والحضارة الإغريقية، وكمان تبقى قاعدة بحرية فيها سفن وفيها حاجات أسيطر بيها على البحر المتوسط كلاته. يبقى مين اللي بنى مدينة الإسكندرية؟ أقول له الإسكندر الأكبر. طيب بناها فين؟ أقول له على البحر المتوسط، لقى قرية اسمها راقودة، قصادها في البحر جزيرة اسمها فاروس، ردم الحتة اللي بينهم والبنى المدينة بتاعته. هنا يجي لك سؤال ويقول لك بما تفسر أنشأ الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية؟ ليه الإسكندر الأكبر أنشأ أصلا مدينة الإسكندرية؟ أقول له علشان 3 حاجات: علشان تبقى عاصمة لدولته وتحمل اسمه، تاني حاجة مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم، الحضارة الإغريقية اللي هي الحضارة اليونانية هتنتشر من مدينة الإسكندرية، وكمان تبقى قاعدة بحرية يسيطر بيها على البحر المتوسط. يبقى عاصمة لدولته وتحمل اسمه، مركز لنشر الحضارة الإغريقية في العالم، قاعدة بحرية ليسيطر بها على البحر المتوسط. طيب قالك فاكر الإسكندر استولى على مصر سنة كام؟ سنة 332 قبل الميلاد. قالك بقى الإسكندر هيموت سنة 323 قبل الميلاد، يعني رقم 2 أدخله وسط ال3 دي وال3 دي. يبقى الإسكندر الأكبر مات سنة كام؟ 323 قبل الميلاد. وقلنا الأرقام ماشية بالعكس، يعني الكبير في قبل الميلاد بيجي قبل الصغير. طيب هو الإسكندر اندفن فين بالظبط؟ أقول له دفن في مدينة الإسكندرية، ولحد النهاردة ما نعرفش مقبرة الإسكندر موجودة فين بالظبط في اسكندرية. يبقى توفي الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل الميلاد ودفن في الإسكندرية. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس ده. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحتو.